ازاي تقبل كاستمر سيرفيس في اي شركه عالميه؟ اول حاجه انت محتاجها، انت مش محتاج اي خبره خالص في المجال. انت كل اللي محتاجه ان انت الانجليش لانجوج بتاعتك او اي لانجوج هتقدم بيها تبقى بي 1 بلس. انا هتكلم عن شركه كونسنتريكس عشان انا كنت شغاله فيها وعارفه البروسيس بتاعتها كويس. كل اللي انت محتاجه ان انت تبقى بي 1 بلس في اللغه. البروسيس بتبقى 3 phases. اول فيز بتبقى الفون انترفيو. بتخش الفون انترفيو بيبقى عباره عن سؤالين ثلاثه بيقيس فيها اللينجويستيك سكيلز بتاعتك. بيبقى سؤال introduce yourself وسؤال تاني كلمني عن الفيفوريت موفي بتاعك وقولي انت استفدت منه ايه، او احكي لي situation مريت بيه وقولي ايه اثره عليك. بيقيسوا فيها اكتر حاجه اللينجويستيك سكيلز بتاعتك mainly pronunciation. اهم حاجه تركز عليها هي B as in bottle P as in pen. لازم تفرق قوي بين البي والبي عشان الساوندز دي بتفرق معاهم جدا. if you passed عديت الفون انترفيو، السكند فيز بقى بتبقى عبارة عن تيست، placement test بتروح تمتحنه في الشركة. التست ده mainly بيبقى فيه part grammar و part listening و conversation. بيجيب لك situations بتسمع الكاستمر بيقول ايه وبيبقى فيه مايك بترد عليه فيها، وبيبقى فيها typing و IQ. if you passed the test، التست ده بيقيس انت مستواك في اللغة عامل ازاي. لو B1 plus بتبقى خلاص accepted. الثيرد فيز بتبقى final interview، بيبقى عبارة عن دردشة وبيدوك فيها الجوب اوفر. ومبروك عليك الوظيفة. متنسوش الفولو واللايك والاكسبلور عشان الفيديو ده يوصل لكل حد. باي باي.